الشارقة وجمال الشارقة. شوفوا الجمال، يعني حاجة مش محتاجة ترجمة. شارقة فعلا، مشرقة. شايفين الجمال، الهدوء. ده وقت المشي بتاعي، وده الممشى. شايفين البلد دي؟ اعتقد الشارقة دي من البلاد الأسطورية في نظري، يعني ده في نظري باعتقادي. شايفين الطيور الجميلة اللي ماشية دي عادي هنا ماشية. شايفين الطائر ده؟ اسمه كمان ده كتير كده منه ماشي عادي كده في وسط الناس. الحاجات دي مش موجودة يا جماعة في أي بلد. شايفين الجمال ده؟ كتير كتير منه. شايفين كل ده قد إيه جميلة، وأهلها جمال. أهلها جمال. أي حد عايش في الشارقة تحسه كده معتز بحاله ومعتز بنفسه، وعندهم تقاليد وعائلات وكده، يعني مش زي دبي، أو إن هي بينها وبين دبي جنبيها، يعني ما فيش مسافة أصلا. لكن حبيت أوريكم الجمال. وده الممشى ده بتاع ده اللي شايفينه ده مسرح الشارقة. حابة أدخله وأحوريه لكم من جوه عامل ازاي. تعالوا بقى نشوف البحر من هنا. المنظر قد ايه جميل. شايفين الشارقة، الميزة فيها زي ما انتم شايفين الابراج كلها ابراج. دبي في اماكن الابراج، وفي مناطق فيها كلها يعني اطول حاجة 4 5 دور. أوريكم بقى جمال البحر. احنا دلوقتي الساعة 5:30 صباحا. أنا بنزل 4:30 كل يوم. بتلاقوني في المكان ده وقت الفجر. بمشي بقى حوالي 1:30 كده في الممشى ده. هم عاملينه، أنا جوه عاملينه، هوريكم أهو. عاملينه اللي هو ده كده، يعني تعرف أنت مشيت قد إيه. شايفين جمال البحر وجمال شوف كل أنواع الطيور. شوفوا كل أنواع الطيور تلاقيها موجودة. وأنا ماشية مروحة هوريكم طيور جميلة جدا. بس كده حبيت أوريكم الشارقة وجمالها، وتتمتعوا بهدوء الصباح. طبعا الصباح له لغة تانية، وقت الهدوء في لغة تانية بقى، يعني متعة تانية. في الإبراج شايفين هي بتتميز بالإبراج. هطول كده بقى شوية. هدخل المسرح وهوريكم المسرح من جوه. ده اللي هو ده مسرح الشارقة. هوريه لكم واحنا ماشيين كده مع بعض عامل ازاي. شايفين الجمال؟ هوا، رغم ان فيه رطوبة شوية لكن هوا، يعني النهاردة على الأقل يعني هوا جميل. لكن الناس بتحب تمشي في الوقت ده. عنده طاقة يا جماعة الصبح يستغلها في المشي. احنا عارفين وقت طاقتنا بتبقى الصبح. انا لسه ما نمتش اساسا، انا بستغل الوقت ده في المشي الصبح. الجمال اهو. ده ممشى على داير. يعني المكان اللي انا فيه ده يعتبر ايه، وسط البحر، زي جزيرة كده، جزيرة وسط البحر. يعني انا دلوقتي في وسط البحر. ده جزيرة مش شارع، جزيرة. انا دلوقتي في وسط البحر. البحر حواليا من كل الجهات. ده المسرح اهو. حبيت اوريكم الدنيا ايه، اوريكم الشارقة وجمالها. كلها ابراج كده وجميلة جدا، هاديين وناس كويسين، كلهم عوائل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. واللي حابب يشوف اي حاجة في الشارقة او دبي
يا ريت يقول لي في الكومنتات. ده كده ده المسرح اللي قلت لكم عليه اهو، ده المدخل، ده كده المسرح، ده الباب. شايفين يعني شكل ده المسرح من جوه، شايفين الفنانين، ده المسرح، شايفين الجمال. مدخل اهو، ده مسرح الشارق. ايه صالة، مش عارفة دي مين. ده المسرح، ده المدخل، مدخل المسرح. كده انا طلعت من لوبيتي كده وريتكم المسرح تمام كده. نشوف بقى جمال الطبيعة، شايفين الجمال وقت الصبح ده، الهدوء، بس تستغل الأوقات الهادية دي للمشي. ابدأ يومك بالمشي. المشي بقى طبعا كله فوائد ملهاش نهاية، يعني حتى لو حد عايز يخس أنصحه بالمشي. يعني غني عن التعريف، ان انا ما ينفعش اتكلم عنه اصلا. المشي حتى لو مش عامل رجيم، لو ما فيش رجيم، لو فيش اي مالكش مزاج تمشي ورا رجيم، مالكش خلق الرجيم، المشي اطلع مشي. مشي كله فوائد يا جماعة. اللي عايز ينزل وزن، وبمناسبة بقى ان احنا ماشيين بنمشي وكده، اللي عايز ينزل وزن بدون رجيم، يعني ما تحرمش نفسك من حاجة، بدون رجيم، بدون رجيم قاسي. المشي يا جماعة، المشي ثم المشي ثم المشي. ازاي هتمشي؟ الجوال معاك، جوالك في ايدك، الموبايل معاك، في برامج للمشي، حمل لك برنامج. عدد الخطوات، هنمشي بالخطوات، هنعمل ايه، هتمشي كم خطوة، هنعمل ايه. عايزة اللي عايز ينزل وزن يطبق مش أقل من 6000 خطوة في اليوم. 6000 خطوة في اليوم سهلة جدا يا جماعة. حتى لو مش عايز تمشي برا، مش عايز تمشي في الشارع، في البيت، وانت حتى ولو عايز تمشي وانت واقف، خلاص الموبايل في ايدك، هتحمل او هتشغل اليوتيوب على اي فيديو زومبا او اي حاجة، تفضله وتقف وانت واقف او انت واقفة، بتمشي وانت واقفة، وانت واقف او انت واقفة، احنا واقفين بتمشي. على فكرة بتستهلك اكتر، انا حسبتها لقيت المشي وانت واقف بيستهلك اكتر من المشي في الشارع. ده حقيقة انا جربتها. فعن تجربة مني، المشي يا جماعة بيحرق السعرات الحرارية، بيحرق الوزن، زيادة الوزن خلاها المشي، حتى بدون رجيم بدون اي حاجة. فدي نصيحة مني. اللي عايز يخس يمشي وهو واقف، يمشي في البيت، رايح جاي، يمشي في المهم يمشي بأي طريقة هو عايزها، المهم انه يمشي. الحركة كويسة. ودايما كده في حاجة جدا بتنزل منطقة الخصر دي، اللي هي شفة البطن. حاول طول ما انت قاعد
خلاص. البطن تبقى مشدودة لجوه، مشفوطة لجوه، تشفط بطنك لجوه. الحاجة دي لوحدها خطيرة في التخسيس وفي تسييح الخصر تماما يعني. تخفي الخصر. عموما يا جماعة أتمنى الكل كده يقوم يمشي ويتحرك ويستغل أو أي وقت بقى هو حابب يمشي فيه. أوكي، يطلع يمشي. القعد وحش، المشي كله فوقيه. بس كده دلوقتي شايفين الجمال. يعني أنا كنت دلوقتي هوريكم إزاي أنا كنت في وسط الجزيرة، كنت في البحر، في قلب البحر. أهو شايفين أهو إزاي أهو. قلت لكم أنا كنت في الجزيرة، كل ده هي في قلب البحر، جوه البحر. شايفين الجمال. أتمنى الفيديو ده يكون عجبكم وتكون استفدت منه، وأتمنى الكل كده يقوم يمشي في كل الجنسيات، كل الجنسيات. طبعا انتوا عارفين هنا كل الجنسيات موجودة هنا. فالناس كلها بتطلع تمشي تتحرك. خلاص كده أنا خلصت المشي بتاعي، هروح. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد أجمل وأجمل. يعني حتى شوفوا يا جماعة، شوفوا الطيور، شايفين الحمام؟ حتى الطيور هنا عايشة في أمان. يعني الشارقة بلد الأمان. شايفين الطيور؟ في ناس بقى بيجيبوا لهم أكل وكده لحد الآخر بقى كده المشهد ده. يعني حتى الطيور هنا عايشة في أمان، كل أنواع الطيور. شوف الحمام، حاجة جميلة أوي يعني. الطبيعة جمالها كده. أنا قلت لكم إن أنا كنت جوه الجزيرة، يعني يعتبر جزيرة أهو. شايفين أهو، هو ده اللي أنا كنت جوه أهو. شايفين؟ فهمتوا معنى كلامي؟ أنا كنت جوه الجزيرة، يعني المسرح ده جوه الجزيرة نفسها. كده خلاص بقى هنروح. حتى شوفوا الحمام واقف على الابراج.